سلام. حراسة الملك المهمة الأصعب في العالم واللي ما يقدر أي واحد يخدم فيها بكل سهولة، لحقاش كتطلب بزاف ديال المعايير والمواصفات الجسمانية والعقلانية واللي كتكون دقيقة لواحد الدرجة كبيرة. فكيفاش كيتختاروا هاد الحراس، وشحال من نوع كاين في الحرس الملكي، وشكون اللي كيسيرهم، ويمتى تأسست هاد المؤسسة؟ معلومات وحقائق على الحرس الملكي تقدر تسمعها لأول مرة في حياتك. فقط كبر ديك الشاشة وتصنت ليا مزيان، وعلى بركة الله نبداو. كيتعتبر الحرس الملكي واحد من بين أقدم الفرق العسكرية في العالم العربي، واللي تأسس بعد ما خدا المغرب الاستقلال ديالو، وهو تابع للقوات المسلحة المغربية، وعنده مهام محددة من طرف الملك، واللي كتمثل في حراسة وحماية القصور الملكية وجميع الممتلكات ديالو. وكيرجع الاصل ديال هذه المؤسسه لمئات السنين، بحيث انها دخلت للمغرب في عهد المرابطين والموحدين، وزيد عليها العلويين، وكان التاسيس ديالها على يد يوسف بن تاشفين سنه 1088. وبطبيعه الحال ملي خدا المغرب الاستقلال ديالو طرات عليها بزاف ديال التغييرات، وولات منظمه بشكل كبير. ومن اهم الفرق الحرس الملكي كاينين الحراس الشخصيين للملك. المهمة الوحيدة ديال هاد الناس هي حماية الملك والمرافقة ديالو لأي بلاصة، والتصدي لأي حاجة مشبوهة تقدر تكون خطر عليه، ومستعدين أنهم يضحيو بريوسهم على قبل هاد المهمة، لحقاش كيتدربوا على هاد الحوايج من الأول. وزيد عليها مهارات قتالية والتدخلات السريعة وأبسط الحركات اللي يمكن أي واحد يديرهم قدام الملك، وقادرين أنهم يكشفوا ويعرفوا الخونة سواء داخل المجموعة الملكية وحتى في وسط الناس اللي مستقبلينه. يعني أنهم كيعرفوا الصغيرة والكبيرة على أي بلاصة غادي ليها، وما كيتيقوا في حتى واحد واخا يكون من المقربين ديال الأسرة العلوية. وكيكون العدد ديالهم في أي خرجة ملكية 25 حارس، واللي كينقسموا لثلاثة ديال الفرق أساسية، وكل فرقة والدور ديالها. فمثلا كاين الفرقة الأولى واللي كتعتبر العمود الفقري في الحرس الشخصي للملك، واللي كتسمى بالنواة. هاد الفرقة هي اللي كتكون دايرة بالملك بحال الظل ديالو في أي بلاصة، وعندهم صلاحيات أمنية غير محدودة. والفرقة الثانية كتكون مقسمة لجوج فئات، الفئة الأولى كتكون قدام الموكب الملكي، والفئة الثانية كتكون في اللور ديالو. العناصر ديال هاد المجموعة عندهم خبرة في استعمال السلاح ومعرفة النوع ديالو، يعني إلا سمعوا الصوت ديال القرطاسة كيعرفوا النوع ديالها والمسافة بينها وبين الموكب الملكي. وعندهم كذلك خبرة في جميع الفنون القتالية والحربية، وكيسيرهم رئيس خاص واللي كيتلقى الأوامر من الرئيس ديال الفرقة الأولى طبعا. أما المجموعة الثالثة تيكون الدور ديالها فتح الطريق وتأمين البلاصة اللي غادي يدوز فيها الملك. وهاد المجموعات كاملين واللي فيهم 25 واحد كما قلنا كيخضعوا لتدريبات من دول أمريكا وفرنسا. دابا السؤال اللي محيرنا هو كيفاش يمكن ليا انا وانت ندخلوا لهذا الحرس الملكي. فاول حاجه صديقي اللي خاصنا نعرفوها هي ان هذا النوع من الخدمه كتعتمد على بنيه جسمانيه قويه ومهارات قتاليه عاليه. يعني اي واحد عنده مع الفنون القتاليه يمكن ليه ينضم لهذه المؤسسه، وكاينين فيهم اللي كيتختاروا بطريقه سريه سواء من النوادي الرياضيه وحتى في وسط الناس اللي خدامين في الجهاز الامني. وبطبيعه الحال ما كيبداوش الخدمه ديالهم حتى كيدوزوا بزاف ديال التدريب العلنيه والسريه باش يكتسبوا الخبره والمؤهلات اللي خاصه. واي واحد قصر من جهده او لا دار شي غلط ماشي هو هذاك تيكون المصير ديالو الفصل من ديك الخدمه. وحتى لهنا نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. ما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو في ريوسكم. بيس.